أما الأمر ديال الله سبحانه وتعالى ما عرفنا فين كاين خير، وبالأخص البنات عندهم واحد الشأن كبير في الإسلام. وهذه الآية بالذات صدقت البنات، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالبنات خلقهم الله تعالى فيهم الرحمة بالوالدين ديالهم أكثر من الذكور. أحيانا تلقى الإناث أكثر رحمة وشفقة على والديهم من الذكور. الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى قال بعض أهل العلم ملي كيتكلموا على قصة يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف قصة ديالو مع خوته ملي اتفقوا باش يرميوه في البير في الحسن، وخلتهم النفس ديالهم يديروا هذا الفعل ويرتكبوا هذه الجريمة في حق أخيه. قالوا بعض أهل العلم كون كاينه الاخت ديال يوسف، كون عنده اخته ما تخليهمش يدير هذا الفعل، ما يمكنش تصبر الاخت. لا، هما اتفقوا 11 واحد واتفقوا على هذا الفعل باش يديو خوه ويرميوه في البير. وواحد شي واحد اللي قال ليه رسول الله علاش هذا الشيء اللي بنديرو ما كاين. وقالوا الساده العلماء كون كاينه الاخت، كون كاينه البنت عند سيدنا يعقوب، كون كاينه اخته حاضره ما تخليهمش، ما يمكنش تصبر في خوها، لان الاناث يعني عطاهم ربي هذه الجانب ديال الرحمه والشفقه. ولذلك الانسان يحمد الله عز وجل. نعمه الاولاد ايها الاخوه نعمه عظيمه جدا، لازم الانسان يحمد الله ويشكر على نعمه الاولاد. راه لا يعرف الحق ديال النعمه ديال الاولاد الا الانسان اللي ما عنده مسكين، هو اللي كيعرف الحق ديال هذه النعمه هذه. واخا كله الحمد لله كما قلنا كل شيء يعني بالحكمه ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا هكاك دايرين ناقصين في الفكر ديالنا. كان نعتبروا بمعنى الانسان اللي ما عنده الاولاد كيعيش واحد الحياه مسكين كذا، ولكنه في الحقيقه راه كاين ايمان قوي ما غادي يمثل فيه والو. هذا الخير هو اللي من الله عز وجل، ما عرفتي فين كاين الخير. فاللي عطاه ربي الاولاد خصو يحمد الله ويشكر، راه نعمه عظيمه جدا، من اكبر ومن اعظم نعم الله سبحانه وتعالى الانسان اللي عطاه ربي الاولاد. فالقران الكريم حكى لنا قصص كثيره في الاولاد فيما يتعلق بالاولاد. سيدنا زكريا عليه السلام كبير في العمر، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كبير في العمر، يعني تجاوز مرحلة متقدمة في السن وما عندوش أولاد، وطلب ربي عز وجل باش يعطيه الأولاد. كيطلب الله سبحانه وتعالى فأكرمه الله عز وجل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. عطاه ربي مازال واحد الوليد سماه يحيى، واخا كبير في العمر كرمه الله تعالى بهذا الولد. فالنعمه ديال الاولاد يعني الانسان هكاك داير، يعني كيبغي الاولاد، يبغي اللي يولدوا في هذه الحياه، يبغي ولاد يشوفهم قدامه. ولذلك الانسان اذا عطاه ربي عز وجل هذه النعمه خصو يحمد الله ويشكره حق الحمد وحق الشكر. وهذه المناسبة، هذه مناسبة العقيقة اللي كدار في نهار 7 أيام ديال على حسب الزيادة، راه داخل في الشكر ديال الله عز وجل. الإنسان فرحان بهذه النعمة اللي عطاها ربي عز وجل، وكيذبح الذبيحة اللي كتذبح في نهار 7 أيام، وتكون الحمد لله بحال هذه الجلسات يتلقاو فيها الناس ديال الأسرة والعائلة والأحباب. هذا تعبير عن الفرح، تعبير عن الشكر ديال الله عز وجل على هذه النعمه العظيمه، نعمه الاولاد. الاخ ديالنا السيد طارق كرم الله تعالى بهذا الولد وسماه امجد. فهذا الاسم جميل، يعني من المجد، اخذ من المجد، والمجد هو الشرف،
والرفعة والعزة والكرامة. فهذا الاسم يعني فيه تفاؤل ديال الخير أنه يكون بإذن الله تعالى في هذا القمة ديال المجد وديال الشرف بإذن الله تعالى. حتى هذا كيلعب الدور ديال هذه النية هذه ملي كيختار الإنسان شي اسم لولده وفيه شي معنى من المعاني وكيقصد الإنسان على الخير، راه باين بإذن الله تعالى شكون النية راه كتلعب الدور ديالها في هذه الأمور هذه. أمجد اسم جميل بإذن الله تعالى والله يصلح ويهديه. فكما قلنا لازم الإنسان يحمد الله ويشكر على هذه النعمة، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كيشكر الإنسان الله تعالى على النعم راه ربي كيزيد في الخير. والحمد لله نعم كثيرة نعم بها الله عز وجل علينا. اللي أعطاه ربي الصحة ديالو عنده واحد النعمة عظيمة، اللي أعطاه ربي الأولاد عنده واحد النعمة عظيمة، اللي هداه ربي شتي لك ربي تبارك وتعالى ولقيتي راسك مسلم ولقيتي راسك كتأدي الواجبات ديالك فات مع الدين ديالك، راه هذه نعمة عظيمة جدا خصك تحمد الله وتشكرها. واحد عدد الناس محرومين منها ومجلدين في هذه الحياة. الإنسان كرم الله تعالى بنعمة المال، في بركة ديال المال باش يستر الإنسان رسولها نعمة عظيمة. الإنسان كرم الله بالأمن، هذا الأمن هذا فاش عايشين الناس ولله الحمد، الناس في الأمن والأمان يدخلوا وقت ما بغاو ويخرجوا وقت ما بغاو، هذه راه نعمة عظيمة جدا. كاين اللي محروم منها اللي ما عندوش مسكين. هذه النعم الأخرى المأكولات المشروبات المركوبات الألبسة أنواع من النعم، نعم كثيرة جدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لازم الإنسان يحمد الله ويشكر على هذه النعم الكثيرة. راه نعم كثيرة وبالأخص في هذه البلاد السعيدة ولله الحمد. بس الحمد لله الخير موجود، يعني جميع أنواع الخيرات كيشوفهم الإنسان مشاركين فيهم الناس، لا الغني ولا الفقير. باش كيتميز يعني الغني في المغرب مثلا في هذه البلاد السعيدة، باش غادي تقولي تميز به؟ داكشي اللي كياكل الغني ياكل حتى الفقير ولله الحمد. الخير كاين يعني مشاركين الناس ولله الحمد، هذه نعمة عظيمة جدا. راه كاين الناس بالبلدان راه فيهم الطبقات، كاين مسائل ما كيشوفوهاش الفقراء نهائيا. حنا هذه في البلاد السعيدة اللي كاين راه كيشوفوا الناس جميعا في المتناول، الخيرات على الجد. شوفوا الخيرات يعني شوفوا الحمد لله يعني انواع ديال الخضار والفواكه يعني والحاجه نقيه وجديده وبارك الله الخيرات. الحمد لله هذه نعمه عظيمه، نعمه عظيمه جدا خصنا نحمد الله تعالى ونشكره. هذا الامن اللي كنشوفوه الان راه كل ما كاين الامن والله ما نتلقاوه، اي ما كنش نتلاقاو انا كل ما كاين باغي يخليك الخاطر ديالك انت تخرج من الدار. هذاك الشيء ما غاديش تكون عندك شي حريه، ما غاديش تكون عندك يعني واحد الراحه النفسيه باش تخرج. هذا القتال هذا الخير كله من نعم الله عز وجل، لازم نحمد الله ونشكر على هذا الخير باش ربي تبارك وتعالى يزيد من فضله. لان الناس كاينين الناس ايها الاخوه محرومين من هذا الخير، ما عندهم الناس اللي عندهم مساكن الحروب كي يعني اذا غادي تحرك شويه كتعرف كي كيوقع يعني الاسعار كيرتفعوا، الضوء ما غيكون، المواصلات ما كاينين، الماء ما غيكون. اذا كاين هذه الويلات ديال الحروب والعياذ بالله كي غتكون البلاد؟ هذيك البلاد اللي يعني بعض الناس مساكن اللي عايشين في هذا الجحيم هذا. راه هذه النعمه اللي اعطانا ربي عز وجل، هذه الخيرات اللي كنتنعموا فيها رحنا في الجنه وما سقنا الخضر. لازم الانسان يحمد الله ويشكره ويكون على بال الانسان يكون على بال انه ما يعصيش الله عز وجل بنعمه. إذا أعطاك ربي النعم ديالو ما تعصي بهم الله عز وجل، ما تستغلهم في المعاصي وفي المخالفات. راه هذا الشيء اللي كيوقع لكثير من الناس. أعطاه ربي الصحة يمشي يعصي بها الله، أعطاه ربي البصر يعصي به الله، أعطاه ربي السمع يعصي به الله، أعطاه ربي المال يمشي يعصي به الله. راه النعم هذه لازم الإنسان يخدمهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعمة الأولاد نعمة عظيمة، لازم الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على هذه النعمة. ونسأل الله تعالى يهدينا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى في طريق لا يقبل العمل. تقبل الله منا ومنكم هذا العمل ويجعل العمل خالص لوجهه الكريم.